رد الاول مين اللي سرق مصر؟ السؤال بقى انا هقول لك مين اللي سؤال. السؤال هقول لك مين اللي سرقهم. دي بقى لها كام سنه؟ طبعا المسرحيه دي كانت بالظبط سنه 88 89 بالظبط في المنطقه ديت، وكان مسرح جلال الشرقاوي بالظبط، مسرح جلال الشرقاوي في شارع رمسيس، وانا رحتها ودخلتها. انا من عشاق المسرح. المسرحيه دي دخلتها 6 7 مرات يمكن. مسرحيه على الرصيف، مسرحيه دستور يا سيادنا، والكباريه السياسي بتاع جلال الشرقاوي حاجه فاخره، لان انا دماغي في المسرح والموسيقى العربيه والمنطقه دي يعني. المهم اللي سرق مصر بقى السؤال، انا هقول لك مين. طب انت هتعمل له ايه؟ بس نعرف انا ونستفيد من تجاربنا. حلو. انا النهارده مسكت حرامي سارق فرخه بتاعت واحد. اخد منه الفرخه واروحه؟ لا. ولا اخد منه الفرخه واقول له عيب يا قليل؟ لا مش عيب، ما خلينا احنا مؤدبين. عيب يا ولد ما تعملش كده تاني. ليه القانون بيعاقب الناس؟ واحد، اللي خالف ياخد عقوبته، واللي ناوي يخالف يرتدع. انا ناوي اخالف، نيتي كده ان انا اخش اسرق الكابتن عزمي، نيتي كده اخد الجرافطه ولا الساعه دي واجري بيها. شفت قبليك واحد جاي ياخد الكوبايه خد فيها قطع رقبه، لا يا عم الله يكرمك تخلي رقبتي موجوده والساعه بتاعته معاه، اشوف لي سكه تاني. صح؟ ده شغلانه القانون. نقول مين اللي سرق مصر؟ الناس اللي طلع بقى. الدكتور صلاح هلال قال على الطريق الصحراوي، طالع كان يقول لك هو قنن افعال الناس اللي موجوده. انت عند حضرتك اراضي على الطرق الصحراويه اتخذت. انا من انصار ايه؟ تعالى يا عم انت خدت الارض دي. قبل ما تقول لي دي مين اللي سرق مصر؟ الناس جميع رجال. بص يا باشا، جميع رجال الاعمال اللي اتوجدوا في عهد حسني مبارك من سنه 93 لحد النهارده كلهم بلا استثناء سرقوا. بالمناسبه ده مش كلامي، ده كلام احمد بهجت صاحب دريم. قال يا اخوانا ادخن شنب فينا جه مصر هنا كان معاه 3 مليون جنيه، النهارده اللي معاه 3 مليار و10 مليار وكذا ده جاي كلها من نصب وسرقه. ده كلام مين؟ مش كبيرهم احدهم. ما هم بالمناسبه 22 شخص اللي خدوا خير مصر، 22 شخص اللي موجودين، اللي هو تلاقيهم في كل حته. لما اتعمل شمال غرب السويس لقيت ال 22 واحد دولت حاجزين. اما اتعمل شرق التفريعه في بورسعيد ال 22 واحد دولت حاجزين. اللي اتعمل في شرم الشيخ اراضي ال 22 واحد دولت حاجزين. اللي اتعمل وادي المحاشي الاعلى في سيناء ال 22 فرد دولت واخدين. اللي اتعمل منطقه نبق ال 22 فرد دولت واخدين. السؤال بقى، هل الفساد ده واحد كده افسد؟ ده شبكه بالمناسبه عشان تبقى بس عارف. الفاسدين مع بعضهم جدعان جدا مع بعض من غير ما يعرفوا بعض، تلاقيه بيخدم على بعضهم. زملاء زميله لا جدع قوي. هات الناس الكويسه متفرقين عن بعض، متفرقين عن بعض للاسف الشديد. كل واحد متفقين على ايه؟ ده هو ده متفق ان انا اخطف القصه دي تفضل ميته. لما انا يكون اعضاء مجلس الشعب عندي واطلع قوانين موجوده تخدم المصالح اللي موجوده وتخدم الفساد اللي موجود وتقنن الفساد، ده نوع من انواع التجذر والفساد بقننه. لما يطلع قانون يقول لحضرتك والله لو صلاح جوده سرق وسعادتك شفته بيسرق ومسك الكوبايات ال3 كوبايات ولا الكوبايتين دولت سرقهم ومسكته بالسرقه وبلغت عنه، تاخد مكافاه؟ لا والله. طب يا عم متشكرين تقول لي جواب شكر؟ لا والله. سيادتك صلاح جوده سرق قد ايه؟ 30 جنيه، تدفع سيادتك 10 جنيه فيهم. ده انا اللي مبلغ، ده الحرامي. لا هو ده القانون، هو ده القانون. السؤال بقى سيادتك هترضى تبلغ عن صلاح؟ لا. متشكرين. القانون ده اللي عمل احمد عز بالليل، واللي وافق عليه فتحي سرور كبير الكهنه بالليل، واللي خده زكريا عزمي كبير هقول ايه همان بالليل، واللي مضاه حسني مبارك بالليل. طيب نراجع حق مصر.